سدير عمار. شو بريد محمد نادر. بريد جلس معتز. حاضر. زكية طارق. سنة الجموع. حاضر. سلمي علي. أبسط وأنجع طرق التسجيل لرؤية التسجيل وانطلاق المصادقة على فتح وتحويل جدول الأعمال. 6. المصادقة على تحديد تشغيل إضافي للسنة المالية 2023 وعليه وللأسباب التالية: أولاً، عدم تجاوب السيد أمين الخزينة لولاية بسة مع هيئة المجلس الشعبي الولائي بمقاطعته لمختلف الدورات التي عقدت. ثانياً، تعطيل إطلاق مشاريع إنجاز العديد من المجمعات المدرسية على مستوى الولاية رغم مرور سنوات على تسجيلها، مما سيضعنا أمام معضلة كبيرة في الدخول المدرسي المقبل. ثالثاً، قراءة خاصة لبعض القوانين مخالفاً بذلك جل الولايات، مما عطل الكثير من المشاريع التنموية. نعلن نحن أعضاء المجلس الشعبي الولائي تعليق أشغال دورتنا العادية 2 جوان 2023 مطالبين السلطات المعنية بإعفاء أمين خزينة الولاية من منصبه بولاية بسة. تمت المصادقة على الميزانية الأولى الإضافية لسنة 23 من أجل تسيير بسة وعدم عرقلتها. السيد أمين الخزينة راهو معطل التنمية في ولاية بسة، حبينا نتواصلوا معاه نفتحوا قنوات الحوار إلا أنه أبى، مستعملا كذلك عدة نقاط عندنا في التقرير. السادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي بطلب منهم 38 عضو قدموا لي طلب بإعفاء السيد المدير أمين الخزينة وتعليق دورة المجلس الشعبي الولاية من أجل تنمية بسة. كان لي إلا الاستجابة لطلبهم والموافقة عليه، آملا من السلطات العليا في البلاد تحويل السيد مدير أمين الخزينة لولاية بسة من منصبه في هذه الولاية. تطرقنا لهذا الأمر لأنه فقدنا جل الحلول، فاتخذنا قرار بالجملة لتنحية أمين الخزينة.